يزعل منك لو عنده لوم يبقى هيزعل من المدرب؟ بالضبط، هي دي وجهة نظر أنا في الموضوع ده. أنا اتكلمت معاه في الحتة دي وهو بيسمع. إمم. خلّي بالك هو طيب وبيسمع جدًا، بس الحاجات دي عادي إمم. بتحصل يعني. أتمنى له إن شاء الله إن هو الفترة الجاية يرجع وكل حاجة تبقى كويسة يعني. تفتكر تتكرر تاني والّا خلاص؟ صعب. لا ما أعتقدش، هتبقى صعبة أوي عليه يعني. صعب. هتبقى صعبة عليه لو حاجة حصلت تاني يعني. قفشه قُل لي لو أنت قدامك الجمهور النادي الأهلي بتفكر فيه إزاي؟ يعني هل عارف طبيعة النادي الأهلي؟ هل فاهم طبيعة النادي الأهلي؟ ولو فاهمها ففاهمها لأنهي درجة؟ يعني لأ هم وحشوني بس. وحشوك. آه. آه. وحشوني في الماتشات ولمّا بينادوا علينا والملعب يبقى مقفول، الحاجات دي أنا باحبها فحاسس شوية بس عارف أنت شوية اللي هو إيه مش متعوّد فبدأت شوية، لكن بصراحة بعد ماتش امبارح في الاتحاد يعني إمم. حسيت الدنيا حلوة ومبسوط وفي جماهير والملاعب حلوة، لكن بُص يا هيما هو ده جمهور الأهلي، إمم. هتبقى جامد إمم. هيعملوا لك كل حاجة، إمم. هتبقى مقصّر هيقفوا معاك وهيحاولوا يساعدوك، بس هتلاقي نفسك بعيد شوية هييجوا عليك، خلاص لأن ما هو المصلحة في الأول النادي إمم. والبطولات. يعني أنت مستوعب إن هي دي طبعًا. هو ده جمهور النادي دايمًا الأهلي. أبويا وعمي بيحكوا لي دايمًا ومن زمان هو الأهلي، إمم. ده النادي الأهلي. تيجي ناخد أسئلة من الجمهور على الهاشتاج بتاعك؟ يالّا يالّا. بينا. هاتوا لنا يا جماعة. طالع على الشاشة هنا في وشي. حماده بص يا قفشه، انت معشوق جماهير الاهلي بس عندك مشكله من كاس العالم انديه، الريتم بقى سريع وانت مش بتجري الريتم ده، اتمنى اشوف تطور في طريقه لعبك لانك لعيب كبير. ماشي، ده سؤال قوي. ايه عايز تجاوب ولا ايه؟ إن شاء الله لمّا أرجع، ها؟ إن شاء الله لمّا أرجع. ماشي. طب انت حاسس ان الموضوع ده موجود ولا مش لا موجود؟ طبعًا ما باقتنعش بالكلام ده، ما بتقتنعش بالكلام ده؟ هو المدرب مش هيلاعبني لو أنا وِحِش. ماشي. إمم. آه بس وجهة نظره تحترم. ماشي حمدي، والله يا كابتن احنا بنحبك قوي وان شاء الله ترجع تاني، معايا شغل الفجر وسهران عشان اشوفك. حبيبي حقك عليّا الحمد لله سهرتك. ماشي. اللي بعده. في اسأل قفشه، لو جالك عرض من النصر السعودي وعرض رجوع الاهلي تختار تجاور كريستيانو ولا اعظم نادي في الكون؟ الله 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 الله. لأ الأهلي طبعًا، ها؟ الأهلي. والله؟ طبعًا، أنا أصلًا بالنسبة لي أهم واحد في الكورة كلها هو كريستيانو رونالدو. والله العظيم. لا بس أنا هاروح النصر طب وبعدين والأهلي يزعل مني؟ لأ. والله. صريح انت قوي، والاهلي يزعل مني؟ لا. لأ. هاقعد في الأهلي. بس كنا هنروح هناك النادي هو يقول سو انت تدي له سو لأ وهو هو ما يدي كانش سو. هيعملها كنت أنا اللي هاعملها. تحبش ميسي؟ لأ طبعًا في حد ما بيحبش ميسي؟ طيب انا افتكرت اصل اللي لأ بيحبوا ما بس كريستيانو، اصل هم في حزب، في ناس كده يا حزب ميسي يا حزب كريستيانو. في ناس عارف آه. أنت المناوشات بتاع الكورة وكده أنت بتحب ده وأنا باحب ده، لكن أنا بالنسبة لي رونالدو هو كل حاجة بصراحة. اكتر موقف قفشه قفش فيه في حياته ايه هو؟ ضياء الدين حمدي. قفشت فيه زعلت قفشه حلوه. حلو. قول. لمّا ما بالعبش، لما ما بتلعبش. لمّا ماتش يخلص وأنا قاعد على الدكة مثلًا وما انزلش. والله. والله باحاول آخد نفسي وأمشي. ماشي. كارلوس سألك بيقول لك مساء الفل يا إيما، سؤالي القفشه، احساسك ايه بعد سنين بتيشيرت الاهلي تلبس تيشيرت فريق مختلف بجماهير مختلفه؟ أول ماتش بتاع الحرس في الرابطة كنت حاسس إن أنا مش امم لسه مش مستوعب. لكن بس أنا كنت هادي يعني كنت مهيأ نفسي اللي ده ممكن يحصل فاهم؟ ماشي. ديشه ده ده اهم سؤال، دايما بنشوفك صاحب اللقطه الحاسمه في المباريات الكبيره، تحس ان اللحظه دي بتتخلق في ثانيه ولا بتكون نتيجه شغل وتفكير من وقت طويل؟ وايه اكتر هدف او اسيست حاسس انه عبر عن شخصيتك في الملعب؟ حلو السؤال. امم هو التوقيت بتاع الجون ده مهم، أنا كنت دايمًا باقول كده وأنت قاعد برّه لازم تركّز. لازم تبقى مركز وأنت بره. طبعًا. لو أنت ليك دور فخلاص طالما أنت في الماتش يبقى أنت لو ليك دور 5 دقايق ممكن تبقى مؤثر في الفرقة، فأنا كنت باركّز في الحتة دي. برافو عليك، ما تقعدش تتكلم وبتاع لأ حتى لو باتكلم الماتش في دماغي. شايف. أنا باحب أصلًا أتكلم وباحب اللعيبة اللي جنبي نتكلم في الماتش وإحنا بنتفرج وانت وانت على أنا على الدكه. الدكة لأ نتكلم طبعًا بس نتكلم في الماتش، امم لأن وأنت بتتكلم في الماتش خلاص هو الماتش هنا، امم حتى لو بتتكلم فده مهم جدًا، فأنا في واقعه تفتكرها كنت بتتكلم معاهم قلت لهم لو نزلت هعمل كده واعمل كده وعملتها؟ ماتش بيراميدز 3-2 كنت قاعد أنا ومحمد هاني وياسر إبراهيم. امم محمد هاني تقريبًا وياسر. ماشي. أنا كنت زعلان جدًا لأن الدقيقة جات 80 وأنا ما نزلتش وإحنا متعادلين 2-2 ماشي. والماتش ده إحنا كنا لازم نكسبه أصلًا. فأنا لمّا كانش فاضل تغييرات وبتاع فأنا قعدت مسكت السبحة أنا على طول وأنا على الدكة باحب أمسك السبحة يعني، ماشي. اللي هي الصغيرة دي ما حدش يشوفها يعني. فاتضايقت بقى عمال أستغفر ربنا وبتاع، فهاني بقى وياسر عمالين يعملوا لي اهدى، اهدى، فأنا رُحت قاعد يا رب، يا رب لو ليا نصيب أجيب جون اديني أجيب جون. والله العظيم يا إبراهيم اسأل ياسر وهاني.
يا رب بس يكون ياسر. انا فاكر هاني بس مش فاكر مين اللي كان محدش هيطعن بس على الروايه اعتقد. بتاعتك يا قفشه يعني عموما، بس فرحت بعديها بدقيقتين لقيت بينادوا عليا. ده كان كولر ها؟ بينادوا عليا مستر جولر. انا نزلت الدقيقه تقريبا 84 او 85 87 جبت جول والله. 3-2. هو انت في مره نزلت من غير ما حد ما يبدلك؟ تعالى سكه. بص اي حد مكاني تعالى سكه. هقول لك على حاجه. انا اي حد مكاني وبيحب النادي وقاعد مركز في الماتش هيعمل كده. عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه اي حد مكاني بقول لك بيحب النادي وبيحب الفريق بتاعه وزمايله هيعمل كده. احنا كنا في موقف صعب. انا دايما زي ما بقول لك برضه دايما انت نزلت من غير ما تتغير. ما انا هقول لك ايه اللي حصل بالظبط. احنا بنلعب سان داونز 1-0. دخل فينا جون في الدقيقه حوالي في الاخر الماتش يعني. مش عايز اقول بالظبط عشان بحب اقول التفاصيل بالظبط وانا مش فاكرها بصراحه. ماشي. فانا طب ما هو جون جه فاضل تغييرتين، مين اللي ممكن بره يلعب؟ هو ما فيش غير 2 اللي بيلعبوا قدام بره، انا وحسين الشحات. ماشي. فانا بصراحه رحت قالع التيشيرت ورامي التيشيرت الثاني ولبست وقفت على الخط. فهم راحوا عاملين التغييرات ورحت نازل بس. لكن ايوه هو ما فيهوش يا ابن الذين عسل. هو ما فيهوش تقليل من حد. ايوه. ولا في عدم احترام لحد. أيوه. لا الجهاز الفني كله انا بحترمه جدا. بس انت لكن هي فيها حته مسؤوليه. انا حسبتها حته مسؤوليه. مين كان كولر وقتها؟ كان كولر. انا حسبتها حته مسؤوليه. هو كان اخر ماتش ليه. كان اخر ماتش لان الماتش ده بعد كده احنا طلعنا انا كان نفسي ما كنتش نفسي ان هو يمشي. بس كنا ناخد البطوله. يعني انا كنت اتمنى ان هو يقعد بس اخد البطوله افريقيا. والله حلو برضو، حلو تركيزك في التفاصيل، يعني ان انت مركز انت عملت ايه ازاي ليه وفين وما كانش تقليل من الراجل. لا طبعا مستحيل. عمري ما قال بتعمل كده علشان خاطر يعني انت عايز تنزل ومش لا لان خلاص هي الفرقه في موقف صعب فانت محتاجني. بس عسل يعني. جات لك منين الفكره نفسها؟ اقسم بالله لوحدي. انا لقيت نفسي رميت التيشيرت على الدكه ورحت لابس التيشيرت الثاني. انا اصلا كنت لابس كان فاضل لي التيشيرت بس. يعني انت حتى لو جبت اللقطه دي هتلاقيني كان فاضل لي التيشيرت، لبست التيشيرت ما كان التيشيرت وخلاص. يلا يا باشا بقى نزل لي يا باشا. ما هو كده عمرك ما هتنزل الملعب من غير ما يقول لك انزل. طبعا هو في الاخر اللي طلع اللعيبه الاثنين لعيبه اللي طلعهم فهم اللي طلعوا وانا نزلت انا وحسين. رقم 19 ده له سر عندك؟ تيشيرت؟ لا انا لما جيت الاهلي اول ما جيت كان اول ماتش تقريبا افريقيا. فبيسالوني هتلبس كام؟ قلت لهم ما اعرفش اي رقم فاضي. قالوا لي في افريقيا ما فيش غير 19. قلت لهم بس هلبسه. فلبسته بقى الرقم والدنيا ماشيه. قول لي موضوع ليه ضربات الجزاء احيانا في النادي الاهلي بيعمل مشكله؟ مره في كاس العالم للانديه، مره القصه الاخيره. تفتكر ايه السبب؟ مش عارف يعني اتكلمت فيها مع حد قبل كده؟ هو بص هي الحاجات دي بترجع للمدرب. المدرب مهم قوي اللي هو يكون حاسم جدا ومترتبه طبعا. ومحدش طالما في 1 2 3 خلاص. ده بيريح يعني. مين اكتر حد كان حاسم معاكم قوي في موضوع ترتيب ضربات الجزاء؟ كلهم في الاول اتلخبطوا بعد كده بقى. كلهم ايه؟ كلهم في الاول يعني اتلخبطوا في الحته دي شويه. ان انت عارف الاهلي مليان نجوم. ايوه. ما فيش لعيب واحد في الاهلي. الفرقه كلها كويسه والفرقه كلها نجوم جامده جدا. فانت مهم جدا انك تستقر على حاجه زي كده. بس فده مهم. لو ما عملتش كده الدنيا بتبقى كله بيبقى نفسه يشوط وكل واحد بيبقى عايز يجيب جون. ده طبيعي يعني. لما رحت الاتحاد انت رقم 1 فين؟ في تسديد ضربات الجزاء؟ كابتن تامر حطك رقم 1. طيب مترتبه الامور، الدنيا ماشيه هناك؟ لا الدنيا اللعيبه هناك جميله ولعيبه محترمه ولعيبه كويسه جدا. اقسم بالله يا ابراهيم انا رحت اتفاجئت. انا بصراحه كنت رايح وحاسس ان انا رايح وعارف انا رايح نادي كبير طبعا. بس اتفاجئت من اللعيبه كويسه جدا. بس اللعيبه محتاجه ماتش مكسب، محتاجه ثقه، محتاجه حد يتكلم معاهم كويس، محتاجه حد يديهم دفعه. مش انا اللي هعمل كده طبعا، كلنا. ايوه يعني من رئيس النادي. ايوه كتيم كمجموعه. فلا الدنيا كويسه، كل حاجه متوفره. ما كانش فاضل بس غير المكسب ودعم الجماهير لما جت الملعب، فده مهم. فالمكسب بتاع امبارح ده مهم جدا، هيفرق معانا يعني ان شاء الله. قول لي وجاوبني بصراحه، لو عايز تجاوب جاوب، مش عايز تجاوب ما تجاوبش. قول لي مش عايز اجاوب. هل موضوع المرتبات او العقود بتاعت زيزو بتاعت تريزيجيه اثرت في اوضه اللبس في النادي الاهلي ولا ملهاش تاثير؟ يعني ايه اثرت في اوضه اللبس؟ حد عايز زي حد يعني والكلام ده؟ طبيعي. ده كوره، لو انت عايز زي او بس انا مش مقتنع ان لعيب يروح يطلب زي لعيب تاني يعني. انت مش مقتنع؟ طبعا. ليه؟ هو ده رزقه خلاص. ولو في لعيب جه خد رقم معين ده رزقه وده حاله استثنائيه. ما تزعلش مثلا يا قفشه لو انا وانت بنلعب احنا الاثنين
في نفس مش عايز اقول في نفس المركز او في نفس المكان في المجموعه الهجوميه، انت بتاخد 5 وانا باخد 50. هو او انا كقفشه مش هزعل برضه. مش هتزعل. لا، لان انا خلاص انا وجهه نظري ان ده رزق وده رزقي. امم واحنا ممكن نتكلم بصراحه شويه، يعني يبقى الموضوع واضح اكتر. امم لو انت مثلا بتتكلم على مثلا عشان زيزو جه من نادي الزمالك امم مثلا، زيزو حاله خاصه، امم حاله خاصه اللي هو راجل نجم، ماشي. كان عامل طفره في نادي الزمالك ومكسر الدنيا وجاي فري، فده طبيعي لما يجي، ده طبيعي. دي وجهه نظري. انا متفاجئ من صراحتك في الموضوع يعني. لا، اصل دي وجهه نظري، انا زيزو اخويا وانا بحبه جدا وعلاقتنا ببعض. سالك يا ابني والله. خلاص سالك يا انا ابني لو وحياة ربنا. والله دي جوه بيضه. لا الحمد لله. اصل خد بالك انا دايما انا عمر الموضوع ده ما شغل بالي، يعني حتى لما يعني عمر الموضوع ده ما شغل بالي. انت عارف انا دايما بفكر فيها ازاي؟ حد الكفايه. انا واخد اللي بيخليني ما بسالش، يعني انا واخد اللي بيخليني ما يعني خلاص احتياجاتي خلاص الحمد لله كفتها، مش مهم جنبي مين بياخد ايه. بالظبط، ده مهم اصلا. وبعدين مش مهم يا حبيبي انت بتاخد 50 وانا باخد 5. اه انت مالك؟ امم انت ذنبك ايه؟ انت عايز تزود روح للمسؤول قول له انا عايز ازود، بس ما تقولوش عايز يا ابراهيم. برافو عليك. ما تقولوش عايز، لانه مالكش دعوه بيه. هي دي نفس حته اللي انت بتلعب او ما بتلعبش وزميلك اللي بتلعب مكانه. مين المسؤول؟ المدرب. فمين المسؤول في الحته دي؟ المسؤول، روح له بقى. بس زميلك ملوش دعوه. بس هي دي وجهه نظري في الموضوع ده يعني. صح. بس ما اتكلمتش في تعديل عقدك وانت في الاهلي؟ لا، لو هما كلموني تمام، ما حدش كلمني لا. والله. اه انا عقدي قديم يعني، اللي هو الفئه القديمه بس. فاولى القديمه. اه بس انت ما اتكلمتش معاه. لا. خلاص هو النادي هو اللي بيتكلم في الحاجات دي مش انا. حتى لو انا عايز هتكلم بشكل عام وبشكل محترم مع حد معين. ايه رايك يا كابتن مثلا لو انت الفتره الجايه مثلا الحته زادت شويه فتزودني، ابقى قفش ده ينفع لا ما ينفعش خلاص. يعني مش هطلب حاجه اجباري، لان وارد مدرب يجي يقول لي مش عايزك مثلا، فالنادي هيديني فلوس وانا المدرب مش عايزني؟ لا. فلا. طب عايز اسالك سؤال. لو احنا قاعدين على القهوه فبنقول اسعار اللعيبه، يعني اجمد لعيب في مصر ياخد كام؟ مش اسماء، ماليش دعوه باسماء ولا ليا دعوه بحالات، ولا زيزو ولا امام ولا تريزيجيه ولا حسين الشحات ولا قفشه ولا اي حاجه، انا بسالك في رقم تخيلي. هي ما يعني انا ابراهيم فايق اجمد لعيب، انا اجمد لعيب في الدوري، اخد كام؟ بتلعب في الدوري المصري وفي افريقيا 25 مليون. 25 مليون ده كده اجمد حاجه. طب عايز اسالك سؤال تاني. من وجهه نظرك وانت بتلعب في الدوري المصري وموجود وبقالك زمن الزمن بتلعب، ايه اكتر ميزه في الدوري وايه اكتر عيب؟ الدوري بتاعنا جامد جدا. كويس، ايه اللي جامد فيه؟ الفرق كلها دلوقتي. يعني لو فرقه بعيد خالص عادي ممكن تكسب الاول او الثاني او الثالث. الحاجه الوحشه في الدوري بتاعنا الملاعب. الارضيه بتاعنا. ارضيه بتاع الملاعب. ارضيه الملعب. مفيش غير ملعبين تقريبا اللي كويسين، استاد القاهره وكمان على فترات عشان بيوضبوه عشان المنتخب والكلام ده. وملعب اللي سيراميكا بيلعب فيه دلوقتي. بيفرق معاك ارضيه الملعب؟ طبعا. والله. والله. اصل الناس ما بتصدقناش تقريبا غالبا لما بنتكلم بنقول يا جماعه ان احنا عندنا استادات جامده جدا. انت لما بتتفرج على برشلونه او السيتي او الفرق دي لما حد بيحط جون بالراحه كده بتقول ايه السهوله دي؟ ايوه. هو بيحطها بسهوله كده عشان الملعب، هو عمل كده الكره بتمشي. فما فيش بقى. انت هنا ممكن تعمل كده تطلع بره، ممكن لعيب يجي يشوط الكره اصلا تطب تيجي في قصبه رجله. والله مش بهزر. دي اصل خلي بالك دي لعيبه كتير بتعاني منها. وانت لو لعيب كوره جامد الحاجات دي عايز ارضيه ملعب حلوه حرير، عايز كواليتي وعايز تلعب كوره حلوه وسهله وعلى الارض. هي الملاعب تفرق بصراحه. تيجي نروح فاصل؟ زي ما انت عايز. بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. والله يا قفشه والله انا مبسوط قوي بالحوار ومبسوط بكلامي معاك ومبسوط بالسلكان يا ابن الله، ربنا يهديلك فوق ما تتخيل. يعني اصل خد بالك ربنا رب قلوب برضه. يعني مش بس هي فكره ان انت، انا بسالك اسئله كلها تقريبا مفاجاه يعني، فعجبني ان انت دماغك مترتبه. خد بالك احيانا انا لما اسال سؤالين ورا بعض لواحد دماغه مش مترتبه او عايز يقول حاجه بس مخبي حاجه جواه بيقع. صح. بس انت مش مخبي يعني، فدي اللي عجباني فيه. لا والله. قفشه مع فايق، ابعتوا لنا على الهاشتاج بعد الفاصل، خليكم معانا.